هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيلت فور، مثل الوسيط ولكن مجانا. الجماهير عليت، البدلاء خلاص بيحمسوا الجماهير، حسوا ان هم قربوا، حسوا ان هم ممكن يسجلوا. انقذ الموقف عبد الواحد السيد، ودفاع ليه ما حدش واقف على بعد ال10 ياردات للضربه الركنيه؟ غريبه جدا. اللاعب الثاني عليها فوق، واول اهداف فريق افريكا سبورت. فعلا سجلوها من الضربه الحره، كانوا مصرين ونجحوا باصرارهم في احراز اول اهداف اللقاء. ضربه ركنيه اولى، ضربه ركنيه ثالثه، ضربه ركنيه فعلا الثالثه تبقى ثابته. 1-0 لافريكا سبورت، 1-0. وفكر الساده المشاهدين ان لو انتهت المباراه ب1-0 هنلجا الى ضربات الجزاء او ركلات الترجيح من علامه الجزاء مباشره بدون وقت اضافي. اللي سجل الهدف هو اللي لسه واخد انذار، صوماليا بيلم. بيعترض لعيبه نادي الزمالك على اعتبار كان في اعاقه او حاجه، وبيقولوا للحكم روح كلم الحكم المساعد. هنا طبعا ما تبانش اي حاجه ابدا بالنسبه لنا، الاعاقه والزياده العدديه واضحه، مش باينه الامور، نزلت على الارض ودخلت مش واضحه الحقيقه. لكن انا بقول ان الحكم من البدايه وهو ماشي كويس، مفيش اي الحقيقه مشاكل او بوادر ان هو يعني بيستنى ضربه حره لافريكا سبورت جوه منطقه الجزاء. الحاجات دي خطر جدا. يا الله، حكم اللقاء يقول ايه؟ يقول هدف. حكم اللقاء يقول هدف. الكره تخطت المرمى، الحكم المساعد رفع ايده الشمال وادى الاشاره للحكم ان الكره تخطت المرمى، وبرده من كره ثابته. لعيبه نادي الزمالك رايحين للحكم المساعد الثاني ماجوتي ندايا على اعتبار بيعترضوا على صحه الهدف، وتبقى النتيجه 2-1 لافريكا سبورت. برضه الكرات الثابته سبحان الله، الكرات الثابته هي السبب وهي المكمن الخطوره الوحيد لهذا الفريق. هدف اول من ضربه ركنيه، هدف ثاني من ضربه حره كانت على هاني سعيد، طلع عبد الواحد السيد في غير توقيته. وهنشوف ثاني في الاعاده هل الكره تخطت خط المرمى بين القائمين واسفل العارضه ولا لا. 2-1. ادي عبد الواحد خد قرار انه يطلع، طالما طلعت يا عبد الواحد لازم تلمس. ادي اللمسه طبعا ما تبانش هنا ابدا، ما تبانش ابدا هنا هي عدت ولا لا. فتح الله هو اللي طلعها الحقيقه من المرمى. وادي الحكم يعني برضه هنا هيبقى صعب الحقيقه، هيبقى صعب. كاتش الكاميرا جانبيه. بص عبد الواحد طلع كان لازم يضرب البوكس. عبد الواحد حارس كبير لن نختلف، حارس عظيم لن نختلف، لكن خطأ اعظم لن نختلف. ادي اللعبه الاخيره والله فيها شك، والله فيها شك. جيت المباراه النهارده كلاعب اساسي، الماتش اللي فات كان احتياطي. ثاني ضربه ركنيه اتعملت 2-1 الى سعيد قطه، عدى الولد ومر جريء ما شاء الله عليه، شجاع ما خافش، لا زالت الكره في الملعب، بيعدي بشكل جميل وضربه جزاء. لا 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 لا، يحتسب خطأ لصالح، بل ضربه جزاء. نعم انها ضربه جزاء لصالح نادي الزمالك. سبحان الله، لسه بقول لحضراتكم ان عمر جابر او سعيد قطه قادرين على صنع ضربه جزاء، وبالفعل هي ضربه جزاء. ضربه جزاء بقول لكم، حكم بهذا الشكل بهذا الاسلوب حكم محايد جدا. لعيبه الزمالك فعلا كان لازم تفكر في موضوع ضربه الجزاء، وقد كان مع الدقيقه 82 تسفر تغييرات شحاته وتسفر تقدم لاعبي نادي الزمالك للامام عن فرص عن خطوره. ادي اللعبه الاخيره، وادي اللعبه الخطره، وادي العرقله، وادي ضربه الجزاء. الحكم السنغالي الحقيقه عثمان بول بيحتسبها لصالح نادي الزمالك. 2-0 لافريكا سبورت، 1-0 مباراه الذهاب. حتى الان افريكا سبورت متاهل، لو سجل الزمالك وانتهت المباراه هو اللي يتاهل. الزمالك خسر في هذا الملعب قبل كده مرتين، 2-0 و2-0. هذه المره ضربه الجزاء 2-1. يا سلام عليك يا عمرو، يا سلام عليك يا عمرو. عمرو زكي يظهر في الوقت المناسب بقيمته بكفاءته بامكانياته بقدراته. من كان هدافا للدوري الانجليزي، من سجل 10 اهداف في اقوى دوريات العالم، يسجل لنادي الزمالك ويسعد جماهير الزمالك بل الجماهير المصريه في كل مكان
هدف الحقيقة هو هدف الإنقاذ حتى اللحظة لتصبح النتيجة 2-1. سجل عمرو زكي من قبل هناك في يانج أفريكانز، ويسجل الآن عمرو زكي، هو رجل المواقف الصعبة.